السلام عليكم الاخوه الكرام. هالفيديو حلقه جديده من قناتكم ماتش ام ان شاء الله. في هالفيديو نتكلموا على بعض المباريات اللي كانوا في الدوري المغربي، ولكن قبل ما نبدا الاخوان ما تنساوش انكم تدعموا القناه بالابوني والجيم والبارطاج وتشاركونا في التعليق باش دائما توصلوا بالجديد ديالنا ودائما نستمروا في هذا المحتوى هذا. وما نطولش عليكم الاخوان، ندخلوا في التفاصيل تاع الحلقه. اذا الاخوان فريق الوداد الرياضي البيضاوي ينتصر عن جدارة واستحقاق على فريق أولمبيك تشيرا 5-0 الإخوان. هالمباراة اللي شهدت تحركات رائعة من الدولي المغربي حكيم زياش، اللي هو اللي كان القلب النابض تاع فريق الوداد الرياضي في الملعب، هو اللي كان يعطي الكواري لفريق الوداد الرياضي البيضاوي من ناحية البناء ومن ناحية الأسيستات. يعني زياش واخا ما مركزش في هذا الماتش، ولكن هو اللي كان محرك فريق الوداد الرياضي البيضاوي، وكان يخلي الوداد انها تلعب التكتيك وما ترتكبش اخطاء في التمرير. فريق الوداد الرياضي البيضاوي اللاعب الصبار سجل واحد الهدف جميل صراحه، تسديده من خارج منطقه الجزاء بوم من اللاعب الصبار كيسجل الهدف جميل صراحه. الهدف الثاني لفريق الوداد اللي سجلوا اللاعب الصبار بواحد التسديده من خارج منطقه الجزاء، يعني واحد التسديده رائعه صاروخ ما خلات تحط للحارس تاع فريق اولمبيك تشيرا. قبل ذاك الهدف كان جا واحد الهدف عن طريق اللاعب بني الدر، يعني واحد العرضيه تلعبت عند بني الدر في منطقه الجزاء. بني الدر يعني قاسها وتسجل ذاك الهدف اللي كان الهدف الاول لفريق الوداد، اللي هو كان صراحه هدف جميل، ولكن الهدف الثاني تاع اللاعب الصبار كان اجمل من الهدف اللي سجلوا اللاعب بني الدر. اللاعب مرابط كذلك تمكن انه يسجل الاخوان واحد الهدف باش ولات النتيجه يعني 3. لاعب مرابط الصراحه تمكن انه يسجل واحد الهدف بواحد التسديده من خارج منطقه الجزاء، يعني تسديده ارضيه كيحطها اللاعب مرابط في الشباك تاع الحارس تاع اولمبيك تشيرا. شفنا اللاعب صراحة اللاعب باكا الإخوان، هذا اللاعب اللي صراحة عجبني أنا المستوى ديالو، يعني من النجوم تاع المباراة اللاعب باكا. يعني سجل 2 أهداف، يعني واحد الهدف بواحد تسديدة صاروخية كيسجلوا اللاعب باكا كان هدف جميل، وواحد الهدف اخر يعني بتسديده من خارج منطقه الجزاء كذلك كيسجلها كان هدف جميل لفريق الوداد الرياضي البيضاوي. الوداد لعب في مدينه اكادير في الملعب تاع حسنية اكادير، يعني الملعب الكبير بمدينه اكادير. فرض الاسلوب ديالو والضغط ديالو واستحوذ على الكره. وصراحه الا جينا نشوفوا راه اليوم اولمبيك تشيرا لا حول لها ولا قوه لها امام الوداد، يعني الكاليتي تاع اللاعبين يعني هي اللي عطات هذه النتيجه هذه الكبيره. انتصار مستحق للوداد. الوداد كيرسل واحد الرساله للخصوم ديالو في البطوله المغربيه والكونفدراليه الافريقيه، كيقول لهم انا حاضر وموجود وعازم هذا الموسم على العوده الى امجاد فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكره القدم. يعني صراحة ماتش ممتع، اللي تفرج في الماتش تاع الوداد واولمبيك تشيرا يعني ما ضيعش وقته. كان ماتش الصراحة انا مين كنت نتفرج في الماتش حسيت براسي اني نتفرج شي ماتش تاع الدوري الانجليزي، لان الايقاع الاخوان كان مرتفع. الايقاع صراحة كان مرتفع تاع المباراة. الايقاع كان مرتفع بزاف الاخوان تاع المباراة، وهذا هو الصراحة الايقاع اللي بغينا نشوفه في المقابلات تاع الدوري الاحترافي بطبيعة الحال. نمشيو الآن نشوفوا فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم اللي انتصر على فريق اتحاد طنجة ب2-0. مباراة الرجاء واتحاد طنجة الصراحة كانت مباراة اللي كان فريق الرجاء يقدر انه ينتصر ب7 ولا 8 ديال الاهداف، ولكن لاعبي فريق الرجاء يعني كانوا يضيعوا الفرص بزاف، كانوا يضيعوا الفرص بزاف. لاعبي فريق الرجاء الصراحه وكان ركزوا قدام الشباك كانوا يقدروا يسجلوا كما قلت لكم 7 ولا 8 ديال الاهداف، ولكن اللاعبين ما كانوش مركزين. شفنا الهدف الاول عن طريق اللاعب خفيفي بضربه راسيه، اللاعب خفيفي يعني كيحط الكره في الشباك. شفنا كذلك الهدف الثاني اللي سجلوا اللاعب يحيى يقيس. يحيى يقيس هذا اللاعب عنده 19 عام، يعني دخل في الشوط الثاني بواحد الهدف جميل صراحة. كيسجل الهدف الثاني لفريق الرجاء الرياضي، يعني كيدخل منطقة الجزاء
كيلوفي الكرة فوق الحارس تاع تاع الخصم تاع فريق الرجاء الرياضي البيضاوي وكيسجل الهدف. يعني الحارس تاع اتحاد طنجة يعني اللاعب يحيى ايقاث يعني شمتو في ديك الكرة من لوفا عليه الكرة وسجلها. كان سجل قبل ما يسجل هذا الهدف، كان سجل اللاعب يحيى ايقاث واحد الهدف ولكن ما تحسبلوش بطبيعة الحال. ولكن بعد ذلك يعني الثالثة كانت ثابتة واللاعب يحيى ايقاث يعني كيسجل الهدف بطبيعة الحال. الرجاء الرياضي البيضاوي صراحة تعرض لظلم في هذه المباراة، لأنه صراحة كانت واحدة ركلة جزاء مستحقة للاعب ماتياس، ولكن آه، الحكم حسبها تسلل، مع العلم أنه مجموعة من الحكام يعني كانوا خرجوا وهضروا وقالوا أن هذيك الكرة ماشي تسلل وهذيك ركلة جزاء واضحة لفريق الرجاء. الحكم ما عطاهاش لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم. تاع طنجة كان خدا واحد البطاقة حمراء، اللاعب ديالهم كان دخل على اللاعب ماتياس. حسب الحكام كيقول لك ان هذيك الكرة ما كانش يستاهل عليها اللاعب تاع اتحاد طنجة، يعني الحمراء كان يستاهل عليها الصفراء فقط، لانه ماشي شي تدخل، ماشي شي تدخل الاخوان اللي قاصح بزاف. ولكن الحكم يعني جبد الحمراء للفريق اتحاد طنجة، اللي الصراحة حتى الحمراء يعني كانت أثرت على المستوى تاع فريق اتحاد طنجة بطبيعة الحال. على أينا الإخوان، انتصار صراحة رائع لفريق الرجاء اللي لعب في أرضية الملعب دونور أمام الجمهور ديالو اللي رسموا له حاجة جميلة في المدرجات. هذا الانتصار الصراحة تاع فريق الرجاء يعني غادي يخلي الرجاء أنها تتقدم في الصبور الترتيب. فريق الرجاء الرياضي مازال كنستناو منه أنه يعطينا إضافة كبيرة في الدوري المغربي، وكنستناو بفارغ الصبر المباراة اللي غادي تجمعهم بفريق النهضة البركانية يوم الأربعاء بطبيعة الحال. على ذكر فريق النهضة الرياضية البركانية، ففريق النهضة الرياضية البركانية الإخوان فراه انتصر على فريق الفتح الرياضي الرباطي ب1-0. الهدف اللي تسجل عن طريق اللاعب بول فالير باسين في الشوط الثاني بضربة رأسية كتضرب الكرة في الأرض وكتطلع وكتسجل. الهدف اللي كان جميل عن طريق اللاعب بول فالير باسين. النهضة بركان سيطر على الشوط الأول بالطول والعرض، كانت عنده العديد من الفرص ضيعها. أه فريق الفتح الرباطي يعني ما بانش بزاف في الشوط الاول، يعني بان مره واحده يعني في واحد المحاوله اللي كان تالق فيها الحارس انس الزنيتي في البدايه تاع الشوط الاول، يعني في البدايه تاع الشوط الاول. الشوط الثاني يعني من نهضة بركان خدات الحمراء في الشوط الاول. الشوط الثاني حاول الفتح الرباطي انه يستغل الحمراء والنقص العددي اللي عند فريق النهضه الرياضيه البركانيه، ونزل بالكل الثقل ديالو ضاغط على فريق نهضة بركان. ولكن المدرب تاع نهضة بركان الشعباني كان ذكي، يعني شاف راسو انه لا نقص عدديا، اختار انه يلعب باسلوب دفاعي ويضرب لي كونتر في الشوط الثاني. هادشي اللي دار، يعني لعب باسلوب دفاعي، تنظم دفاعيا في ارضيه الملعب، يعني ما خلاش فراغات للفريق الفتح الرباطي. كان يضرب بلاي كونتر حتى دقيقة يعني 75 لاعب بول فارير يعني بواحد الرأسية كيسجل الهدف الانتصار ديال فريق النهضة الرياضية ديال بركانية. فتح الرباطي كانوا يجيوه بعض الفرص السامحة للتسجيل، ولكن كان يتألق فيهم الحارس أنس الزنيتي. يعني أول مباراة للحارس أنس الزنيتي مع فريق مع الفريق النهضة الرياضية ديال بركانية، كيقدم أوراق اعتماده، كيقول أنا حاضر وموجود وما زال المستوى ديالي المستوى ديالي كبير في حراسة المرمى رغم الكبار ديالي في السن. الحارس هذا الزنيتي الصراحة كان من الأشخاص اللي خص الجمهور البركاني خص الجمهور البركاني بطبيعة الحال يشكرهم، لأن الزنيتي الصراحة هو اللي خلى نهضة بركان أنها تنتصر، لأنه كان يجبد شيكواري تاع الأهداف. الإخوان الكرام، فريق الجيش الملكي ما تفرجش الصراحه لهذه المباراه، كانت عندهم مباراه مع اتحاد التوارقه ما تفرجت لهاش، ولكن تعادل فريق الجيش الملكي بهدف لمثله. الجيش الملكي التعادل الصراحه ما غاديش ينفعوا، لان الرجاء انتصرت، الوداد انتصرت، نهضة بركان انتصرت ومازال عندها المباريات المؤجله بزاف يعني، وكان تربحهم نهضة بركان راه ديما على الصداره. يعني التعادل تاع الجيش الملكي الصراحة تعادل اللي لا يخدم مصالح الفريق العسكري.
فريق الجيش الملكي لكرة القدم. اذا الاخوه الكرام وصلنا لنهايه حل الفيديو اللي كان خفيف ظريف، تكلمنا فيه على المباريات اللي كانوا اليوم والبارح بطبيعه الحال. ما تنساوش الاخوان انكم قبل ما تخرجوا تكليكيو على ديك الابوني وديروا جيم وبارطاج وتشاركونا في التعاليق، ونتلاقاكم في فيديو قريب. قليلا نقول لكم السلام عليكم الاخوان.